السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم معايا من جديد. وعواشركم مبروكه بمناسبه عيد الفطر، ان شاء الله نحضر معكم واحد الحلويات اللي ساهلين واقتصاديين وتيجيو لذاذ. واحد 4 تشكيلات. هذه حلوه ديال التمر اللي تتحضر بدون فرن، تقريبا في 10 دقائق تتكون موجوده وتتجي لذيذه، بالاضافات اللي ضفنا ليها. هذه غريبه ديال الكوكو السميده، وريش بوند اللي تتجي رائعه وتذوب في الفم بواحد المذاق ديال الليمون اللي رائع. وفي الاخر غريبة اللوز اللي كما تشوفوا تجي مشقة وتجي لذيذة. سنتمنى تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا على جميع المكونات اللي غنضيفوا في هذه الحلويات. واللي اول مره تيشوف القناه ديالي تنتمنى يشارك فيها باش ديما يوصلكم الجديد ديالي. متنساونيش البنات من اللايكات ديالكم، واللي تيدوز او تيدخل نتمنى يخلي ليا شي بصمه اللي جميله. وغادي نبداو بسم الله على بركه الله بالمقادير والطريقه في نفس الوقت باش الفيديو ما يجيش طويل بزاف. انا هنايا عندي ربعة الزبده بدرجه حراره المطبخ، عندي كاس ديال السكر سنيده، وضفت واحد الساشي ديال السكر فاني بنكهه السكر الفاني. غادي نخدم هاد السكر والزبده مزيان حتى تلبس ليها الزبده كامله بالسكر. تنضيف لها كاس ديال الزيت العبار البنات بالكاس ديال العنبه. صافي غادي نخدم هاد الزيت مع السكر والزبده مزيان. كما تتشوفوا رجعت على شكل بوماد الخليط ديالنا. غادي نضيف هاد الكاس ديال اللوز اللي حمرته بالقشور ديالو وهرمشته هكا رقيق، او تعوضوه بالكاوكاو ولا خليط ما بين الكاوكاو والزنجلان، اي حاجه كانت عندكم موجوده. هاد الغريبه تتجي رائعه. هنا غادي نضيف 2 خمارات. صافي غادي نبدا نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق غادي نضيف بالكاس، غادي تشوفوا معايا. بالنسبه للخليط شحال هز ليا من كاس ديال الدقيق، انا هنا ضفت الكاس الاول. هاد الخليط ديال هاد الغريبه تيبغي يبقى شويه رطب، ما نقصحوش العجينه تبقى لينه شويه. انا ضفت هنا الكاس الثاني وهذا الكاس الثالث. صافي وسنبقى ندخل الدقيق شويه بشويه. هذا الكاس الرابع غنضيفو غير شويه بشويه. بالنسبه للكاس الاخير نضيفوه غير بشويه باش متصحليناش الخليط وتجينا الحلوه مزويناش. هاد الحلوه تتبغي تبقى رطبه باش تشقق كامله، وحتى ملي تنفندوها في السكر تتشد السكر تيشد فيها. هنا انا ضفت نص كاس اخر فوق هذوك 4 الكيسان. بالنسبه للخليط راه هز ليا 4 الكيسان ونص، بحالي 400 غرام و50. صافي هنا عندي السكر كلاصي سبيسيال اللي قربلتو، عندي حبه ديال اللوز، وهذه هي العجين. وضعت انا في الطبيصيله. العجين تتكون رطبه تتكور بسرعه، وهذيك الرطوبيه ديالتها هي باش تشد هذاك السكر كلاصي. انا هنا راه ما تندير لا ماء زهر لا والو، هي العجين تتكون رطبه حيت هاد الغريبه ما تتبغيش السكر كلاصي بزاف، هي تنفندوها واحد شويه وصافي كما غتشوفوا معايا.
صافي أنا تندير هاد الحجم هذا تقريبا، درت فيه ما بين 16 و17 غرام هكاك. غريبة تتجي كان ديال الدار تتجي تكون شوية كبيرة باش تتشقق وتتجي باينة. صافي أنا هي تنفنّدها هنايا، تنعمرهاش بالسكر كلاصي بزاف ماشي بحال المعلكة، هي تنكورها ما بين يديا في السكر كلاصي وتنحطها، متتكونش عامرة بزاف. غنستمر على هاد الشكل هذا حتى غنكمل الكمية كاملة. صافي غندوز باش غنزين بهاد حبات اللوز. بالنسبة للناس اللي يديروا فيها كاس ديال الكاوكاو أو الفول السوداني اللي درتيه مهرمش زينوها بكاوكاو. صافي كل حبة تندير فيها حبة اللوز، وضروري توركو على ديك الحبة اللوز مزيان حتى تدخل في الحلوى لداخل باش من الطيب مطلعش وغير تبرد تحيد لينا تتبقى لداخل. تنوركو عليها حتى تتشقق الحلوى تتشقق قبل ما ندخلوها الغريبة كما تتشوفوا معايا. وصافي غندخلها طيب بحال شكل غريبة البعلة طيب على الوجه ديالها حتى تشقق وتنطلعوها الفوق تشد شوية راسها من التحت. هذا هو الشكل ديالها تتجي رائعة. ولدي هنا راه باقا سخونة شوف كيفاش تتجي. صافي هنا نخليها تبرد شويه عاد نزولها وندوز باش نوجد معكم الحلوى الثانيه او الشكيل الثاني ديال السميده والكوك. عندي هنا 250 غرام ديال الكوك الملدم، الا كان غليظ البنات عوضو طحنوه. وعندي رابع ديال السميده، عندي كاس الزيت، عندي 12 غرام ديال الخمارات، خماره ونص. عندي ندير واحد راس معلقه ديال نكهه الحامض، 3 البيضات، كاس ديال السكر، وعندي بشور ديال الليمونه او برتقاله. وغادا عندي واحد المعلقه كبيره ديال النشا، وغادا نضيف من هذاك المربى واحد المعلقه. هنا غادا نضيف 3 البيضات، غادا نزيد عليهم كاس ديال السكر، صافي غادا نخلط مزيان حتى يدوب هذاك البيض والسكر. غنزيد هنا بشور ديال البرتقاله، وغادا نضيف غير راس معلقه هكاك تنعزو النكهه وصافي ديال نكهه الحامض او البرتقال اللي كان عندكم. انا غادا نضيف واحد المعلقه تكون عامره مزيان ديال كونفيتير ديال المشمش او المربى المشمش ديال الحلوى اللي تكون جاري شويه تكونش فيها هاد الطرفه. صافي هنا غنخلط مزيان وغنبدا نضيف الكوك او جوز الهند. نضيف واحد المعلقه ديال النشا او تعوضوها بمعلقه ديال الدقيق. بالنسبه للخمارات انا راه عندي خماره ونص، عندي 12 غرام او 13 غرام هكاك ديال الخمارات. صافي هنا غادي نحيد هاد الفويه هادي وغادي نبدا نجمع بيديا. بالنسبه للكوك انا ردفته كامل، لكن السميده نضيف غير شويه بشويه حيت كل واحد ولا النوعيه ديال الكوك ديالو. لكن الكوك ملدم راه تقريبا تيهز هذيك السميده كامله، اولا كان ناشف غير ما تيهزهاش كامله. البنات تنصحكم هنا الا ما كانش الكوك ملدم او نوعيه مزيانه كاع ما تضيعوا المقادير في هذه الحلوى حيت تجي قاصحه وما تتشققش نهائيا وتضيع تجيش زوينه. وحتى السميده خاصها تكون سميده خاصه بالحلوى، السميده اللي تكون هكا رقيقه وتتكون اللي تنديروا بها الحرشه، ولكن نوعيه مزيانه. راه كاينه اللي تتكون واخا سميده هكا صفرا تكون فيها بحال شي حبات كحليم تكون شويه ما مقاداش، هذه تتكون الحبه على اختها خصوصا خاصه بالحلويات. وضروري نبقاو نعلكم مزيان هاد الغريبه تبقى تخرج تطلق الزيت ديالها. انا هنا راه ما غنضيفش هاد السميده كامله، صافي راه شفت الخليط تجمع ليا. وهذه راه غير تجمعوها مباشره تبداو تخدموها. لا صافي تقريبا شاط لي انا واحد المعلقه كبيره. الا خليتوها غير شويه دغيا تتشرب وغتقصاح ما تبغيش تكور. شوف انا راه خليتها باقا مطلوقه هنايا
ودغيا تتشرب. عندي هنايا السكر كلاصي اللي فنت فيه هذيك الغريبة الأولى، نفس السكر. وعندي هنا شوية ديال الماء الزهر اللي غنبقى نديرو في يدي حتى تبقى تلتصق هذه في اليدين ماشي بحال الاخرى. صافي ونبدا نكور على هذا الشكل هذا، نبقاو نضغطو عليه مزيان. تما عارفه السميده مع الكوك متبغيش تكور، خصوصا الا قصحتوها راه متبغيش تكوركم نهائيا، ضروري تبقى رطبه باش تنجح معنا هاد الغريبه. وهاد الغريبه البنات هي تجبدوها من الفران، هي تبرد شويه، وضعوها في شي باطه اللي خليتوها تضربها الريحه تتقصح. صافي غنستمر على هاد الشكل هذا حتى ندير واحد الكميه باش منبقاش نوسخ يديا كل مره، عاد تندوز تنفندها هكا في السكر كلاصي. هذه تقريبا راه بحال المعلكه تتبغي السكر كلاصي. صافي تنلبسها بالسكر كلاصي مزيان وتنخلي فوق منها السكر كلاصي باش ندخلوها الفران ما تحرقش لينا وتشقق. انا هنا ما قويتش فيها بزاف، ما كثرتش فيها الخمارات، درت غير 12 غرام باش ما تشتت لياش في الفران. صافي تنورك عليه، ندير فهاد الحفيره تقريبا من الفوق كتنورك عليه واحد شويه باش تنعاونوها تشقق. وتنكمل الكميه كامله وهي دخلتها حتى هي طابت على الوجه ديالها تقريبا. هذه طابت غير لتحت، انا ما طلعتش لفوق راه كنت تحمرت من الفوق ومن تحت الشويه كانت على الوجه ديالها. صافي نجبد نخليها تبرد شويه ونوضعها في الباطه وندوز هنا باش نوجد معكم الشكل الثالث ريش بوند. عندي 3 البيضات كما تتشوفوا معايا. هاد الحليوات راهم ساهلين واقتصاديين وتقريبا غير غريبه واحده اللي فيها الزبده. هادو كاملين تنضيف فيهم غير كاس واحد ديال الزيت. صافي كما تتشوفوا انا وضعت انا البيض وشويه الملح والسكر خلطتهم هكا حتى انسجموا. غادي نزيد واحد الساشي ديال السكر بنكهه الفاني وكاس ديال الزيت. بالنسبه للناس اللي تيبغيو الكميه كثيره يضوبلوا المقادير. صافي هنا غادي نزيد عندي واحد عصير نص ديال البرتقاله مع البشور ديال البرتقاله، تقريبا واحد 2 معالق كبار او 3 ديال العصير. وغادي نضيف هنا 2 خمارات كاملين. هاد البشور ديال البرتقال مع البرتقاله تعطي واحد النكهه فريش بونط رائعه تتواتى مع الكونفيتير والكوك وتتجي واحد الريش بونط تجي لذيذه، خصوصا تكون تطيب في الفرن تعطي واحد الريحه اللي رائعه. غير جربوها بهاد البرتقال والبشور ديال البرتقال او ديال الحامض اللي كان عندكم. صافي انا غنبدا نضيف الدقيق. بالنسبه لهاد الريش بوند انا راه ما غاديش نعبر معكم الدقيق، انا غندير عيني ميزاني في الحقيقه. ولكن هاد الريش بوند تتبغي الخليط او العجينه ديالتها تبقى رطبه. نتوما غتشوفوا معايا الا قصحتوها راه تتجي قاصحه حيت ما فيهاش الزبده، تتبغي تبقى رطبه تبقى تلتصق في اليدين. صافي تنبقى نزيد الدقيق شويه بشويه. انا تقريبا غتكون هزت ليا واحد 700 غرام هكاك. صافي هذه هي القوام ديال العجين تشوفوا تيبقى رطب. صافي غنبدا نكور على هذا الشكل هذا اللي تندير واحد الكويرات تكونوا متساويين. انا البنات تعجبني ريشبون تكون شويه كبيره، تنديرهم صغيورين بزاف تقريبا تكون فيهم هذيك 16 غرام هكاك او 15 حيت فيه الخمارات راه غادي يكبروا شويه تزاد الحجم ديالهم. صافي غندخلها طيب باش نوجد معكم هاد الساقيه ديال التمر تتجي رائعه. بالنسبه لهاد التمر انا راه كان عندي كنت فايته خدمت به وشاط ليا، هذا راه مصايبه على يدي ما واخداش جاهز. وهنايا كنت ضيفه ليه واحد المعلقه الزنجلان ومعلقه الزبده صغيره وشويه ديال القرفه وواحد المعلقه ديال الماء الزهر. وهنا ضفت واحد 3 المعالق او 4 ديال
كاوكاو اللي محمر ومقشر ومهرمش رقيق. تجي هاد العقدة أو هاد الحلوة ديال التمر تجي رائعة بهاد الكاوكاو. انايا زدت المعلقة الرابعة هنايا، وغادي نضيف واحد شوية ديال الكاكاو، هاد نوعية مزيانة، هي على حساب اللون، حيت هاد التمر اللي تنكونو حنا خدامين به في الدار صايبينو راسنا في الدار، ماشي بحال الجاهز، ما تيكونش فيه داك اللون اللي تيكون اسود غامق، تيكون شويه فاتح. وبالنسبه لهاد الكاكاو تيكون اختياري على حسب اللون وصافي، باش تعطي اللون زوين وصافي. صافي كما تتشوفوا معايا انا هنايا جبت هاد، غادي نضيف هنا هاد الزنجلان اللي حمرته، راه باقي سخون في الحقيقه، وضعته فوق هاد الورق. وغنجيب هاد العجين ديال التمر اللي قطعتها على 3، غادي ندير 3 الحرابيل، صافي غنحربلهم هكا وغنحطهم فوق الزنجلان. انا راه تندير في يديا شويه ديال الماء الزهر وتنحربلهم باش ما تبقى التمر يلتصق مع سطح العمل ويدينا، ولكن الا درنا يدينا فيهم شويه ديال الماء الزهر ما تلتصقوش. صافي كما تشوفوا معايا من بعد ما حربلتهم غادي نفندهم في هاد الزنجلان. بالنسبه للزنجلان، الزنجلان الابيض او هذا ولا كاوكاو مهرمش ضروري يكون محمر هكا باش تيجي فيه واحد القرمشه اللي زوينه، حيت هاد الحلوه حنا ما غاديش نطيبوها نهائيا. صافي تنبقاو نضغطو على الحربول حتى يشد مزيان هذاك الزنجلان. صافي غنوضعو في واحد البلاطو ونستمر على هاد الشكل هذا حتى نحربل هاد الحرابيل ب3. هاد الحلوه راه ساهله وتتوجد تقريبا في 10 دقائق، ما تحتاج لا فرن لا حتى شي حاجه، تقريبا 3 المكونات تتكون موجوده. صافي انا قديتهم هنايا، وجدت واحد المعلقه الخشب، اي حاجه كانت نصايب بها واحد الساقي هكا كما تشوفوا معنا، واحد الحفيره في الوسط ديال الحربول اللي غادي نعمروها بالشكلاط. بالنسبه للحجم ديال الحربول او ديال هاد الحفيره نتوما اللي تتحكموا في الحجم ديالها، واش يكون هاد الحربول غليظ او رقيق على حسب الحجم ديالو. صافي انا هنا ذوبت هاد الشكلاط ابيض اللي غنعمر به هاد الحفيرات. كما تشوفوا معايا العمليه سهله وبسيطه. صافي غنعمرهم كاملين وغادي ندير لهم هكا باش يتساوى مزيان هذاك الشكلاط، وتنسدهم واحد شويه مع الجنيبات هكا باش ما يسيح لياش هذاك الشكلاط. وغادي نجيب نسخي داك الشكلاط اللي تقطر ليا تما، غنجيب واحد شويه ديال الشكلاط اللي كنت ذوبته من قبل ووضعته فواحد البلاصتيكه، خاصنا نكونوا موجدين وقبل ما يجمد لينا هذا اللي وضعنا وسط الحربول. صافي تنجي تنضع واحد الخطوط هكا، تقريبا ندير واحد الخط زيكزاكي هكا، وغنجيب واحد العود او كيغدو اللي غادا نجر بيه غير خط واحد كما تشوفوا معايا باش تعطينا داك الشكل ديال المرفاي.
وغندخلهم حتى يبردو في الثلاجة، وغادا ندوز باش نقطعهم معكم، وغندوزو الريشبوند من بعد ما طابت جبدتها من الفران. شوفوا اللون تيجي فيها واحد الريحة فيها رائعة ديال الليمون. صافي غادي ندوز انا باش غنفندها في هاد بوشور ديال جوز الهند. انا عندي كوفيتير هذاك ديال الحلوى اللي جاري، ضفت ليه معلقه ديال ناباج، وضفت ليه نص كاس ديال الماء ديال الزهر، ودرتو غلى شويه. صافي تنبقى ندير فيه هكايا الحلوى، تنخليها حتى تشرب شويه. انا تنهزها تنضعها في الطبيسيل هكايا باش الا وضعناها في الكوك مباشره تبقى يضيع لنا هذاك الكوك، وتتكون هي شاده الكونفيتير مازال فيها، تتبقى تهز داك الكوك بزاف، وتيجي الديكور ديالها مزوينش. صافي هنايا غنبقى ندير هادو نخليهم يشربوا، وغادي ندوز باش نفند الاولين اللي حيدت من الكونفيتير. شوفوا هكا تيكون الزوائد ديال الكونفيتير تينزلنا في داك التبسيط، ما تينزلش في الكوك مباشره. وصافي تنفندها هكا، هذا هو الشكل ديالها. ونستمر بحال هذا الشكل هذا حتى نكمل الكميه كامله. تلقى هذوك اللي وضعت في المربى تلقاهم شربوا، تنحيدهم تاني وندير وحدين اخرين نخليهم يشربوا شويه. طريقه سهله وبسيطه. وغندوزو للحرابيل ديالنا من بعد ما بردوا بسرعه، واحد 5 دقائق تقريبا شدوا راسهم. نخليهم حتى نوضعهم انا غير حيت كاين شويه الصاد، وضعتهم في الثلاجه لتحت شويه داك الشكل شد راسو. وغندوز نقطعهم على هذا الشكل او نقطعهم مائلين، كل واحد الشكل اللي تيعجبو. مره تنمسح الموس باش ما يخسر لياش الشكلاط حتى يولي عامر بالتمر. صافي انا نقطع الكميه كامله على هذا الشكل هذا. تشوفوا تعطي شكل زوين وراقي. صافي انا نجيب واحد الكويطات وغادا نوضع فيهم هاد الحلوى. دوك الكويطات تلصقوا مع الجناب على التمر وتعطي واحد الديكور رائع. وهادو هما الحليوات ديالنا، نتمنى يكونوا نال الاعجاب ديالكم وتجربوهم علاش لا. وانا روجدتهم غير في الصباح هكايا من جا فيني الحق الظهر حتى كنت مكملاهم كاملين، ساهلين وبسيطين. نشكلوا بهم واحد البلاطو ولا نعمروا بهم الطبيله ديالنا بمناسبه عيد الفطر ان شاء الله. وهذه هي ريش بوند كما تتشوفوا، راه تجي هشيشه وتذوب في الفم ومازال يلا مصيبها. راه كل ما تتبرد تتهشاش تتولي رطبه، وهاد غريب حتى هي راه تجي معلكه ديال الكوك تجي رطبه. وهاد غريبة اللوز اللي تجي فيها واحد القرمشه رائعه، واحد المذاق ديال اللوز اللي تيجي لذيذ. شوف كيفاش تتجي، انا تنفضلها على غريبه البهله، هذه تتجي لذيذه وسهله. راه تتبقى فيها هاد القرمشه واخا تقعد حتى مده طويله. يعني نديروها في شي طاسه اللي تكون محكمه ديال الاغلاق، محكمه الاغلاق، ما تخليهاش للهواء. وهذه ديال التمر اللي تجي حتى هي معلكه وتجي رطبه كما تتشوفوا، تذوب حتى هي. بالنسبه لهاد الحلوه ديال التمر نحتفظوا بها في الثلاجه باش تبقى لنا زوينه حيت فيها الشكلاط. وهادو مشكلات ديالنا كاملين، وخليتكم على خير الى فيديو اخر ان شاء الله مع فيديو جديد او وصفه جديده.